اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يحلاش الكلام بالايه بان نصلي على النبي ونعطر لساننا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض شوية لفت النهارده جمال حلوين خالص خالص خالص، وتقولوا لي ايه رأيكم ضروري، بس عن شرط ما تنسونيش في اللايك وكومنت حلو، واللي داخل على القناة أول مرة يكتب كلمة حلوة ويقول لي ايه رأيه، واللي داخل أول مرة برضو ما ينساش يعمل اشتراك. ويا ريت يا ريت اللي بيتابعني يقول لي بيتابعني من فين، لأن النهارده أنا عاملة له أجمل لفت. شايفين المية الحلوة، شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، شايفين والله العظيم ما في ريحة البنجر. يعني هو لونه يعني مدي الحمار شويه علشان شويه الفلفل اللي انا حطيتهم. شايفين الميه تشرب شرب اها، الله الله. وشويه خيار اللي هي اللفتات، وكمان شويه قرنبيط عسل. شايفين اللون؟ المخلل بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن نفسه يا جماعه. حلو حلو حلو، انا عجبني. الله هشرب تاني. شايفين الجماعه؟ شايفين الميه؟ شايفين الميه؟ معلش. شايفين الحلاوه؟ يعني قولوا لي ايه رايكم. شويه مخلل عسل يتاكلوا قرمشه. فينك يا مشمش يا بنتي يا حبيبتي؟ نبي لو لقيت حد يبعت لك على السعوديه لا ابعت لك. روعه روعه روعه. قولوا لي ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي. تعالوا نروح نعمل شويه اللفت دي بتأكد سريعه. والله العظيم يا بنات ما خدوا معايا ربع ساعه او تلت ساعه، ما خدوش تك تك تك. اغسل اعمل سوي على طول، ولا احتاج اي حاجه، ولا احتاج اسمه ده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا بنجر. حطيتلوش بنجر لاني انا مختاريه حلو. مختاريه ايه حلو على قد كان ايه في السوق انتهى. والله زي النصيب وانا ماشيه كده لقيت شويه حلوين. خدتهم انا واحده وصاحبتي وما خدوش 4 ايام. يعني انا خللتهم الحمد لله الحمد لله يوم الاثنين بالليل، او هقول لك لا الثلاث الصبح خدوا الثلاث والاربع والخميس والنهارده الجمعه. ادي الحلاوه. شايفين قولوا لي ايه رايكم. الله حبه ميه تانية يا بنات. روعه. نفتحوا وعلى فكره مش مالحين، الملح بتاعه مظبوط وعليهم حبه سكر وحلوين. يلا بينا نروح نشوف الشيف انتصار عملت ايه. كل سنه بتخلل، بس المره دي زودت له شويه الفلفل واداله اللون الجميل ده. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه. شايفين اللون. المخلل بينطق وحده وريحته يا بنات. يلا بينا نروح نعمل شويه المخلل اللي هم دول. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاكم قناة انتصار عرفة للاقتصاد المنزلي. النهاردة هعمل لفت. أنا صراحة بعملها كتير على القناة، بس بستنى إن أنا أعمله وأقرب ليكم وأقعد جنبيكم، لأن أنا بعدت عنكم حوالي شهر وشوي، وفي ظروف كده بتخليني ان انا ابعد كل شويه معلش. فالنهارده هنعمل ملفتات. اللفت النهارده لازم اهم حاجه تختاريه كويس ان يكون احمر، يكون ايه احمر علشان يعمل لون. لان انا المره اللي فاتت حطيت له بنجر، انا المره دي جايباه احمر خالص، مش عايزه احط له بنجر، مش محتاج بصراحه بنجر خالص. اللفت لازم تنقيه من هنا احمر ماشي، وتنقيه ناشف. لو هو طري هيبقى شايخ من جوه، شايخ كده، لكن ناشف مش هيبقى ايه شايخ. دي حاجه. لما هقطعه لما هنقيه متوسط، مش هنقيه كبير، هنقيه متوسط علشان برضو ما يبقاش شايخ. يعني اهم حاجه ان انا انقيه متوسط. تاني حاجه ان انا اجيبه ملون كده وحلو، واشتريه في الموسم بتاعه في شهر 12. موسمه في شهر 12، بنصدق ان شهر 12 يجي. دي حاجه. تاني حاجه ان انا هحط له سكر علشان لما اعمله يبقى مقرمش وحلو.
وهو ان شاء الله ما بياخدش اكتر من 4 ايام. هنقطع مع بعض. انا مقطعاه اهو، قطعته عشان الوقت اهو. هحط له كمان ايه شويه ايه برضو شويه قرنبيط، علشان انا بحط القرنبيط، وهحط شطه. ماشي، ثواني كده هجيب لكم الشطه. رحت جبت الشطه متلجاها في الفريزر اهي. هقطعها معاكم بالشرشوبه دي اهي كده اهو. شوفوا انا زي الفل، شايفين اهو. شايفين جبسه جبسه خالص، يعني ناشفه خالص اهي. شايفين ابدا اقطع كده اهو. لو عايزه تسيبي الاخضر اللي فيها دي، اللي هي دي، سيبيها. لو هي ايه، لو هي يعني اللي هي مش الكبيره قوي، يعني حته من تحت كده. هي خيار اللفت، تخليل اللفت مش هياخد وقت، مش هياخد وقت. بس كده يلا ساعدوني، وما تنسونيش كده في اللايك. ويا ريت يا ريت اللي بيتابعني واللي بيتابعني من فين، يا ريت اللي بيتابعني واللي بيتابعني من فين. وعايزه كلمه مشجعه، كل واحد يقول لي بيخلي اللفت ازاي، هل بحط حاجه تاني ولا لا. هي مش يعني انا قطعته عشان ما ياخدش وقت معايا. ما شاء الله. انا محضره الميه هنا اهو، عاملاه بعمله والله في الصبح قبل ما اطلع اروح الشغل. اديني ايه حاطه كوبايه الشاي بلبن وبفطر. لان الواحد اليومين دول عنده مبادره في المدارس زي وكيل الوزاره. طبعا متنسوش ان انا غسلته ونضفته وشلت خليته زي الفل، وشلت منه الشعر. طبعا لما غسلته هحط، طبعا هفتح دي السكينه. كيس ملح، دول يجيلهم حوالي يمكن 20 كيلو. طبعا انا غسلته خالص اهو، وكنت غسلاه ومنضفاه وزي الفل. بعد كده ايه سبته في ملح، حطيت له ملح، حطيت له كفه ملح كده، وسبته يوم من بالليل للصبح، من بالليل للصبح حطيت له ملح لغايه ما نزل ميته. عشان ايه؟ علشان انا لو حطيت يبقى دبلان وينزل كده ويعبي ال وهحط ايه شويه سكر كده اهو هنا، وهقلبه. طبعا حط هنا شويه، نخلي اللفت هنا كده اهو. متنسونوش كده ايه في اللايكات. انا اليومين دول زي ما بتقول، حتى الضريبه بتاعتها ما عملتش حاجه فيها وما فاضياش انا مش هحط دلوقتي اسمه ده. لو احتاج هحط له بعدين، لو احتاج مش هحط له خالص دلوقتي. لو احتاج شايفين بنزلهم بكل سهوله، مش ناشف. ليه؟ حطيت له ملح، حطيت له ايه ملح، حطيت له ملح. طبعا انا بغسله وبنضفه واطلع منه العرش اللي هو اللي من تحت ده اهو. 3 ايام وافتح عليه.
هوريكم لونه بعدين، بعد يومين 3 اوريكم لونه. طبعا السكر واروح جايبه كيس ومقفله. طبعا انا عندي بطرمان تاني ونسيت ما احط بتاع البنات، معلش. طلع حته كده اهو، نسيتها معلش. انا يومين هقلبها، يومين وهقلبها، لان انا ضفت لسه قاعد. كده بقى بسم الله الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. حاجة كده سريعة ما بتاخدش وقت. تاني نحط هنا برضه. اللي بيتابعني يقول لي بيتابعني من فين. انتوا هتلاحظوا ايه فيها ميه اهي، لان انا حطيت لها ملح شايفين الميه اللي يقول لك تتنشف، اللي يقول لك تغسليها وتنشفيها، اللي يقول لك لا، هي بس الميه دي احنا هنرميها، لان بدل ما فيهاش لون ولا فيهاش حاجه هنرميها. ليه؟ لان بتعمل ريمه، بتعمل ايه؟ ريمه. فانا هحذفها يعني مش هخليها. كده بعملنا كده بطرمان ازاز وعملنا بطرمان بلاستيك. كله سريع سريع كده.
يومين 3 وهوريه لكم بعد ما لونه ايه ما يلون. يومين 3 بس، خليها 3 ايام ل4 ايام وهوريه لكم. الحمد لله ان هم ايه بالمظبوط البطرمان. الميه دي انا هرميها مش هخليها. والله في الصبح على كده قبل ما اروح الشغل يا بنات. طبعا الميه دي انا هرميها خلاص لا شعاس. اروح انا حاطه ايه بالمظبوط اهي. اجيب حبة مية تاني. هتقول لي يدك ومش يدك ومش عارف. امال باكل بايه انا؟ باكل بايه؟ باكل بالجونتة. كده دي حاجات عاملاها لبيتي انا، يعني مش. بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر. غطيتها واخر تمام. بس كمان انا غطيناها. طبعا فيديو جميل وسهل وسريع. واديني بقلب عشان انا نسيت الفلفل حطيته في الاخر، فبقلب الميه بتاعتها وهغيب واقلب واعدل فيها ان شاء الله في خلال ال4 ايام. وفي خلال ال4 ايام هوريكم لونه بايه، شكله ايه، وجماله ايه، وحلاوته ايه. فيديو سريع، ولا حطينا فيه بنجر ولا حطينا فيه حاجه غير شويه الملح وشويه السكر وشويه الفلفلات الهريسه اللي كانوا عندي في الفريزر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسونش كده في اللايك وكلمة حلوة كده مشجعة. شايفين المخلل جمال وحلاوته دي في البداية، لكن ما لو هتشوفوا في النهاية بعد 4 ايام. احنا خليناه يوم الثلاث الصبح وفتحت عليه ان شاء الله يوم الجمعة الصبح وكلت منه زي العسل، وكمان ميته في منتهى الروعة. ما تنسونش كده في اللايك، واللي داخل اول مرة على القناة يدوس على زرار الجرس، واللي اول مرة يتابعني يا ريت يبص على الفيديوهات بتاعتي اللي جوه القناة ويقول لي ايه رأيه فيها. ويا ريت اللي بيتابعني يقول لي بيتابعني من فين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استودعتكم عند الله لا يضيع الودائع.